غادي حشات ولادها في الفران ومشات نعسات بقلب بارد. قبل ما نبدا لكم هاد القصه ما تنساش دير متابعه. سميتها ليمور ويليامز وفي عمرها 24 عام. في نهار 12 اكتوبر صونات على البوليس وقالت ليهم خلات ولادها عند الخدامه نهار كامل، واحد في عمره عام والثاني في عمره عامين. وفاش رجعت للدار ما لقاتش الخدامه ولقات ولادها ميتين. وفي نفس اللحظه راجلها صونا على البوليس وهو مصدوم وقال ليهم صونت عليه مراتو ابي الفيديو وراتو ولادو وهما ناعسين قبل ما تختفي وطفي التليفون. الصوت ديال الاب اكد للمحققين بان هادشي هذا اللي واقع ماشي عادي. وفاش وصلوا البوليس للدار لقاو الكارثه اللي خلات الناس كلهم مصدومين. الجثث ديال الاطفال وهما محروقين وباين عليهم اثار ديال التعذيب ولاطراس د الحرق. التحقيقات ديال البوليس ما طولوش بزاف وعرفوا الحقيقه. المربيه في داك النهار ما كانتش في مره، ولكن هاد الجريمه ما كانتش مجهوله وكانت باينه الام هي اللي دارت هاد الكارثه هاد. واللي ما كيدخلش للعقل هي هاد الام هادي صونات على البوليس قبل الجريمه بنهار باش تبين ليهم هي بريئه وما دارت والو وما يعيقوش بها. ولكن في التحقيقات لقاوها دارت ولادها 45 دقيقه هما في الفران. هذا راه حم راسهم ماشي حرقاتهم. وفاش داروا التحقيقات مع الام ديال ليمور قالت ليهم بان بنتي كتعيش اضطرابات نفسيه من بعد الوفاه ديال الوالد ديالها. البوليس فاش داروا التحقيقات ديالهم وعرفوا الحقيقه كلها فغادي تحكم على ليمور بالحبس مدى الحياه وما غاديش تخرج.